مرحبا طلابنا الغوالي، إن شاء الله كلكم بخير وصحة وسلامة يا رب. تنعاد عليكم بالموفقية أجمعين. أنا أخوكم الصيدلاني مصطفى أحمد. طبعا راح نشرح مادة الفسدجة حسب طلب الجميع. مصطفى شرح لنا المحاضرة السادسة، ما يخالف عيون طلاب. فراح نشرح المحاضرة السادسة، راح نشرح المحاضرات ما بعد المد، ثم ننتقل للمحاضرات المد، لأنه محاضرات ما بعد المد لأنه محاضرات المد انتم ماخذيها مسبقا، تمام. فراح نشرح لكم، ابلش لكم محاضرات ما بعد المد، ثم انتقل لكم للمحاضرات المد مالتنا ان شاء الله. فهذه المحاضرة راح تكون البارت الاول ضمن محاضرة الليكتشر السادس. بهذا البارت شباب راح نتعرف عن الكاردياك فيسيولوجي، راح نتعرف عن فسدجة الجهاز القلبي، تمام. مو بس راح نتعرف عن فسدجة الجهاز القلبي، بل راح ناخذ انه نرسم الجهاز القلبي ونتبع المسار الدموي اللي راح يمشي بجهاز القلبي. راح نتعلم بهذه المحاضرة، هو الرسم ما مطلوب، بس أنا من راح أرسم لكم إياها نفس راح دكتور أحمد ما شرح لكم إياه، أنا حشرح لكم إياه وأفسخ لكم إياه أكثر وأكثر. نفس شرح دكتور أحمد راح تشوفونه وبشرح مفصل من قبلي. طلاب، راح أفصل لكم إياها هاي المحاضرة تفصيخ ممل، بحيث إنه شكو سؤال يجيك أنت مفتهمه وتقدر تجاوب. زين طلاب، راح أولا أنا راسمه بالمناسبة رسم كامل وجهز، لأن أنا متبع دكتور أحمد خطوة بخطوة. راح أجي أرسم لك هذا الهوسة كلها، وأشرح لك جزء جزء، وأشرح لك معنى، وأشرح لك فائدة كل وحدة من عندن وموقعهن، تمام. بحيث بهاي الحالة تطلع مضبط أنت الأساس مالت المسار الدم، بين قوسين آلية الجهاز الدورة الدموية، السيركولاريتي سيستم، تمام. الآلية مالتها اللي هي الدورة مالتها، السايكل مالتها، تمام. طلاب إن شاء الله راح تضبطوها بهاي المحاضرة. طلابنا الأفاضل، أرجو منكم تفتحون المحاضرات، ما تفتحون المحاضرات لأن ما موجود ضمن المحاضرات هذا الحكي. راح أسوي المخططات، مجرد أريد من عندكم تتابعون وياي وتجيبون ورقة وقلم، شكتب وشرسم وشمشي خطوات، تمشون وياي خطوة بخطوة، تمام. طلابنا الأفاضل، أولا إحنا لازم نتعرف عن الهيرت. شنو وظيفة الهيرت؟ شنو هي وظيفة القلب؟ وظيفة القلب الدكتور أحمد إيش قال إنه هي راح تسوي لي، راح يسوي لي pumping of the blood. شنو شباب معنى pumping of the blood؟ يعني معناه إنه راح يضخ الدم. عملية ضخ الدم هي من قبل القلب. يعني شنو ضخ الدم؟ يعني راح إنه يوزع لي دم لكافة أنحاء جسم ماتي. راح هذا الهيرت يوزع دم للنيرفس سيستم، للجهاز العصبي اللي أخذناه بالمحاضرة الأولى. هذا القلب هو نفسه راح يوزع لي دم للجهاز الهضمي، وهذا القلب هو نفسه راح ينطيني دم للجهاز التنفسي، وهذا القلب هو نفسه راح ينطيني دم للشرايين والأوردة الماتي الموجودة بالجسم. إذن هو الهيرت شنو شباب وظيفته؟ هو pumping of the blood، يعني ضخ الدم، يعني إيصال الدم إلى كافة أنحاء الجسم، over of the body، كافة أنحاء الجسم. زين طلاب، الكاردياك فيسيولوجي، الفسدجة مال أو العمل أو الآلية مالت الجهاز القلبي شباب، راح تتخلص بآليتين أو نوعين من الخلايا اللي راح أني أوزعهن، أوزع الدم ماتي من خلالهن وأمشي بيها وأمشي بمسارها، تمام. طلاب، أول خلايا راح نسميها الكونتراكتال. طلاب، شنو معنى كونتراكتال؟ خلايا قابضة أو خلايا اللي هي حصير بها كونستراكشن. من راح يصير بها كونستراكشن يعني أكو أكشن بوتنشال، يعني أكو أكشن بوتنشال يعني أكو بوابات الكالسيوم مفتوحة، يعني أكو نسبة كالسيوم عالية. هاي الفكرة من عندها شباب. وعندي الخلايا الثانية هي اسمها الكوندكتيف سيل. شباب، شنو الكوندكتيف سيل؟ هي خلايا موصلة. شنو شباب خلايا موصلة؟ يعني هاي الخلايا شباب راح عن طريقها راح تصير عندي تغذية داخل الأجزاء مالت القلب اللي هي الأتريوم والفنتريكل. زين، التسمية الثانية مالتها شباب شو اسمها النودال سيلز، الخلايا النودل بمعنى العقد اللمفاوية، الخلايا العقدية، تمام. أو كوندكتيف سيلز، الخلايا الموصلة. وهاي النوع من الخلايا شباب تكون سبيزلاي. يعني شنو معنى سبيزلاي أو السبيشال؟ يعني خلايا خاصة أو خلايا متخصصة بعمل فد وظيفة معينة داخل الجهاز القلبي ماتي. هسه راح نشرحهم شباب وحدة وحدة إن شاء الله. زين، أولا نجي على الفئة الكونتراكتال سيل، وبعدين ننتقل بالمخطط مالت الكوندكتيف سيلز اللي هي النودال سيلز.
تمام طلاب. هو شنو الكونتراكتال سيلز طلاب؟ الكونتراكتال سيلز هي الخلايا القابضة أو الخلايا اللي تقبل للتقلص والانقباض. زين، وهاي تتقلص تنقبض شباب بأربعة أنواع من البروتينات اللي تدخل في مسار الدورة القلبية، الدورة الدموية، في اللي هو موجود في الكاردياك سيستم. تمام. زين، شنو هذني الأربع بروتينات اللي تلعب لي دور في تقلص هذه الخلايا وانقباضهن شباب، وتسوي لي كونتراكتال سيل؟ شنو هاي الأربع بروتينات اللي تسوي لي كونتراكتال سيل، اللي عن طريق راح تحفز الأكشن بوتنشال وتشكل الكونتراكتال سيل؟ أول واحد اسمه المايوسين، ثاني واحد اسمه الأكتين، ثالث واحد اسمه التروبونين، والرابع واحد اسمه التروبومايوسين. هذني أربعة أنواع من البروتينات المحفزة للخلايا الكونتراكتال. أما شباب بالنسبة نجي نتكلم عن الكوندكتيف سيل أو النودال سيل، هو بعدين راح نتكلم بعد ما نكمل الرسم وراح نجي نشرح مسار الدم بالكامل، نجي نتكلم عن الخلايا المتخصصة. بس هسه أنا راح أجي أوضح لك إياهم. هن تقريبا 5 خلايا، ووحدة من عندهن مسؤولة عن إيصال تمام وربط الجزئين من القلب، من عضلات القلب. تمام طلاب. هي راح تتشكل هاي الكوندكتيف سيلز او النودال سيلز من شنو شباب؟ تشكل من الاس اي نود، اي في نود، هيز باندل، باركنجي فايبرز، والليفت اند رايت برانش باندل. هذني هسه انت ما تقدر لا تحفظهن ولا تقدر تفتهمهن الا احنا ما ناخذ الجهاز القلبي ونرسمه ونشرحه بالكامل ونشرح المسار انتقال الدم ماته بالكامل، يلا تقدر تفهم هذني الانواع الخمسه من الخلايا. زين، وهاي شنو الانترنودال باثواي؟ هاي المسؤوله عليها هي الاس اي نود، وهسه بعدين من راح اشرح لك اياهن راح تنطبع بعقلك وتفتهم شنو كل وحده من عندهن دورهن وظيفتهن وين موجودات. زين طلاب، نجي الآن بالنسبة لرسمة الجهاز القلبي مالتي اللي هي الكاردياك سيستم أو الكارديو سيستم. تمام شباب، الجهاز القلبي مالتي لو نجي نبوع عليه ضخم وهوسة ومعلومات بيه هواي، هذا شلون راح نجي نرسمه ونفسخه بالكامل؟ نجي بهاي صفحة المسودة أنا خليتها، راح أجي أشرح لك المسار مال انتقال الدم نفس ما هذا مرسوم وموضح لك يعني، راح أجي أنقل لك إياه هنا. تبعوا وياي يا شباب خطوة بخطوة. راح نجي نرسم أولا الجهاز القلبي كشكل كستراكتشر فقط، راح نتعرف على الجهاز القلبي فقط كشكل. تمام، نجي اولا تمام، اول رسم ما مطلوب من عندك شباب، الرسم ما مطلوب من عندك، سألت الدكتور بالمحاضرة قال الرسومات ما مطلوبة، بس مجرد انه هي للتوضيح. زين تمام، هذا البارت الاول وهذا البارت الثاني. تمام طلاب. تمام طلابنا الافاضل، راح يصير عندي شق تمام ما بين الخليتين، ما بين البارتين. تمام، ركز شوي وياي طلاب. هذا الطرف اللي هو الطرف الأيمن. تمام، هذا الطرف الأيمن يكون ببارتين، بجزئين. وهذا الطرف من القلب هو الطرف الأيسر طلاب، وهذا أيضا بجزئين، هذا الطرف الأيسر من القلب وهذا الطرف الأيمن من القلب، هذا ببارتين وهذا أيضا ببارتين. الأيسر بالإنجليزي اللي ما يعرف بعد مبتدئ ولا ما كنت مرحلة ثانية left، والأيمن right. واضح شباب؟ واضح شباب. الجزء العلوي من الطرفين، الجزء العلوي اني هذا من الطرفين اسميه بالاتريوم. شنو معنى اتريوم؟ معناه الاذين. والجزء السفلي هذا من الهيرت مالتي، من القلب مالتي، اسميه بشنو شباب؟ اسميه بالفنتريكل اللي هو البطين. شباب بالاذين عندي رايت وعندي ليفت. يعني شنو رايت اتريوم يعني معناه الاذين الايمن، ليفت اتريوم معناه الاذين الايسر. هاي اتمنى يتوضح عندكم شنو معنى ال اي
ار اي. هاي بالنسبة انا جاي اشرح لك اياها من الصفر، 1 زائد 1 اشرح لك. زين، البطين الفنتريكل مالتي شباب، الفنتريكل هو البطين. ايضا عندي الجهة اليمنى ارمز لها بالرمز الار اللي هو الرايت، والجهة اليسرى ارمز لها بالرمز ال اللي هو الليفت. بالنسبة للجهة اليمنى اللي هو الرايت راح يكون عندي رايت فنتريكل. ليش؟ لان هذا طرف سفلي، الجزء السفلي قلنا هو فنتريكل، والجزء العلوي هو منو؟ هو الاتريوم. رايت فنتريكل، والجزء السفلي هذا الجزء شباب هذا يصير ليفت فنتريكل. واضح؟ واضح. لحد الان انا عرفت شنو التقسيمات وعرفت شنو هذين الرموز، اي عرفتهن وافتهمتهن. شنو هذا؟ شنو الاذين؟ شنو البطين؟ وين موجودات؟ شو وقت اقول اذين؟ شو وقت اقول بطين؟ لحد الان انا افتهمت فول. هسه نجي نأشر. قلنا هنا منو؟ قلنا هنا الرايت اتريوم، وهنا منو؟ الليفت اتريوم، وهنا منو؟ الرايت فنتريكل، وهنا منو؟ الليفت فنتريكل. ممتاز. طلاب، بالجزء الايمن، هذا بالجزء الايمن بالكامل ما بين الرايت اتريوم والرايت فنترال بيها صمام. بالجزء الايسر هذا بالكامل شباب اللي هو ما بين الليفت اتريوم والليفت فنتريكل ايضا بيها صمام. الصمام هنا شباب بالجزء الايمن، الصمام اللي يكون بالجزء الايمن يكون صمام ثلاثي. شنو شباب الصمام الثلاثي؟ شو نسميه؟ صمام بمعنى فالف. وهذا النوع الصمام الثلاثي شو يكون شباب؟ يكون تراي. تراي معنى ثلاثي، تراي كابسد. تراي كابسد، تراي كابسد فالف. هذا الصمام اسميه شباب بالتراي كابسد فالف. وهذا الصمام شباب اطلق عليه بشنو؟ اطلق عليه بالثنائي باي كابسد فالف. واضح شباب؟ اذا الصمام اللي موجود في الجزء الايمن اسميه بالتراي كابسد فالف، والصمام اللي موجود بالجزء الايسر اسميه بالباي كابسد فالف. زين، خلي اجي ارسمهن. هذا هو الصمام مالتي. تمام؟ تمام. ثلاثي، الصمام مالتي يكون ثلاثي. هذا ثنائي، الشق مالته ثنائي. واضح؟ هذا الشق مالته ثنائي. راح اشوف لكم اياه بالصورة يعني الواضحة اكثر. لو تلاحظون شباب هذا اللي موجود الصمامات اللي تفصل لي البطين عن الاذين. ركز طلاب، اللي في الجزء الايمن اللي هو الثلاثي، هذا الصمام الثلاثي لو تلاحظوا كما مش بالشكل هذا الموضح قدامك. وهذا الصمام الثنائي، هذا الصمام الثنائي نسميه باي كابسد اورتيك فالف. وهنا الصمام الثلاثي نسميه نورمال، هو نورمال تراي كابسد اورتيك فالف. احنا نقول له تراي كابسد فالف للسهوله وباي كابسد فالف للسهوله. هاي قدامكم، اتمنى يكون واضح شفتون بعينكم. هنا ايضا انا رسمت لكم اياهن. طلاب هنا رسمت لكم اياهن اني. هسه زين، احنا شباب هاي صمامات عرفناهن. عرفنا شنو الرايت اتريوم، شنو الليفت اتريوم، شنو الرايت فنتريكل، شنو الليفت فنتريكل، افتهمناهم بالكامل. زين، شو استفاد شباب من الصمامات؟ تمام. هسه الاستفاده من عندهن هسه راح اخلي لكم اياها بعدين. اوضح لكم اول شيء الدم. تمام. ومن اوضح لكم انتقال الدم بالكامل اوضح لكم شنو الفائده من عنده. تمام. طلاب، لحد الان الشكل مالته صعب سهل. هسه راح شباب نحكي عن مسار الدم، نحكي عن السيركيولاتري سايكل، الدورة الدموية. شلون تتم الدورة الدموية بالقلب مالتي؟ راح نحكيها من الصفر للمية، من الألف للياء. تمام. أولا شباب الدم مالتي راح يدخل عن طريق تمام جزئين. الجزء الأول هو يكون الجزء العلوي. تمام. الجزء العلوي والجزء السفلي، سبيرر انفيرور سبيرر فينا كافا وانفيرور فينا كافا. شنو الجزء العلوي والجزء السفلي شباب؟ هسه اني عندي ابسط مثال، هذا الجسم مالت الانسان، والجهاز القلبي صاير بالنص.
تمام. الجهاز القلبي مالتي صاير بالنص شباب. الجزء العلوي منها راح اسميها السوبيرور فينا كافا، والجزء السفلي منها راح اسميها انفيرور فينا كافا. اثنيناتن دخلا للقلب قبل ما يدخل للرئتين. تمام. عن طريقها اول شيء يدخل الدم للقلب، ومن القلب للرئتين، ومن الرئتين يرجع للقلب. تمام. دخلا شباب للقلب. تمام. هذني دخل لي من السوبيرور كميه من الدم، ودخل لي من شو اسمه من الانفيرور كميه من الدم. تمام. زين، خلينا نجي نرسمهن. هذا اللي هو انفيرور فينا كافا، وهذا هو السوبيرور فينا كافا. هذا سوبيرور فينا كافا، هذا انفيرور. أقدرون طلاب على الانقطاع. قلنا هنا أنا عندي سوبيرور فينا كافا، انفيرور فينا كافا. تمام. انفيرور فينا كافا. عندي شباب الجزء العلوي والجزء السفلي. عن طريق راح يدخل الدم إلى القلب مالتي، هذا الهيرت. عن طريق راح يدخل الدم مالتي إلى القلب مالي. دخلا الدم مالتي شباب إلى القلب، ولكن شباب بعد ما دخلت بالرئتين، يعني الدم مالتي شنو يكون هنا؟ دي اوكسجينيتد، يعني دم غير مؤكسد. دم غير مؤكسد. شنو معنى دم غير مؤكسد؟ شنو معنى دم مؤكسد؟ الدم الغير مؤكسد دم فقير الأكسجين، نسميه دي اوكسجينيتد، دم بدون أكسجين، بلاد بدون أكسجين. والدم المؤكسد أسميه شباب هو اللي يكون غني بالأكسجين، نسميه اوكسجينيتد بلاد. اوكسجينيتد بلاد. تمام. زين، اني لا داخل بالرئتين، لا عندي فد اكسجين بي. بهاي الحاله الدم اللي داخل لي للرايت اتريوم من السوبيرور فينا كافا والانفيرور فينا كافا، الدم شو يكون شباب؟ الدم مالتي يكون دي اوكسجينيتد. دي اوكسجينيتد. تمام. هذا الدم شباب الغير المؤكسد، تمام، اللي موجود بالرايت اتريوم، اللي موجود بالاذين الايمن، راح ينتقل هذا الدم، يدخل خلال الصمام، ويدخل وين؟ بالبطين الايمن. هذا البطين الايمن، هذا الاذين الايمن. خلي اكتب لكم اياه على مود لا تخربطون بيناتهم نهائيا. هذا هو الاذين الأيمن، وهذا هو البطين الأيمن، وهذا هو الأذين الأيسر، وهذا هو البطين الأيسر. شباب ركزوا يا شباب. الأذين الأيمن راح يدخل به الدم غير مؤكسد. هذا الدم الغير مؤكسد راح ينتقل عبر الصمام الثلاثي اللي هو نسميه التراي كابسيد. شباب هذا تراي كابسيد فالف، وهذا نسميه بالباي كابسيد فالف. راح ينتقل مادة الدم، تمام، عبر التراي كابسيد فالف اللي هو الصمام الثلاثي. الدم غير مؤكسد هنا، ايضا هنا نفس الدم ما يكون هنا غير مؤكسد راح ينتقل هنا غير مؤكسد. هذا مجرد صمام، قناة مفتوحة، قناة تكون تفصل شباب. اولا التراي كابسيد فالف خليني اوضح لكم اياها، هي قناة تفصل الاذين الايمن عن البطين الايمن، اضافة تدخل الدم مالت الاذين الايمن نفس ما هو موجود بالاذين الايمن، الدم يدخل الى البطين الايمن نفس ما الدم هنا موجود، الدم هنا ايضا راح يدخل، دخل البلاد مالتي وصل البطين الايمن. زين، هذه التراي كابسيد فالف شباب بعد وصول الدم من الاذين الايمن الى البطين الايمن راح تنغلق التراي كابسيد فالف. بعد ليش تنغلق شباب؟ لان اثناء الانقباضات اللي تصير في عضلات القلب او ضربات القلب، تمام، راح قد يرجع الدم، يريد يحاول يرجع الدم، او قد الدم مالتي هنا تكون بكثرة تدفق يكون بكثرة، فبهاي الحالة هذا التراي كابسيد فالف يمنع رجوع الدم مرة ثانية أثناء تدفق عضلات أو حركة عضلات القلب إلى الأذين
الأيمن. تمام شباب؟ تمام. زين طلاب بعد شكو، هسه احنا الدم وصل للبطين الأيمن. زين من البطين الأيمن وين راح يروح شباب؟ زين وصل للبطين الأيمن وين راح يروح؟ راح شباب من البطين الأيمن مالت الدم ينتقل إلى وين؟ ينتقل إلى الرئتين، إلى اللانكس، إلى الرئتين، ينتقل إلى الرئتين. الدم مالتي راح ينتقل إلى اللانكس، إلى الرئتين. هنا الدم مالتي شو يكون شباب؟ الدم غير مؤكسد. زين البلاد مالتي غير مؤكسد. عبر منو شباب راح ينتقل؟ هذا شو نسميه شباب؟ هذا نسميه pulmonary artery. arteries. تمام. عبر البولمونري arteries راح ينتقل شباب الدم الغير مؤكسد إلى اللانكس. زين الدم مالتي وصل بكميات، هو تمام انه جاي، يعني هو جاي من هنا انه دخل عبر الصمامات، انه بعدين هنا تكثر الدم مالتي. هاي الصمامات من عتلي الدم من ترجع، تمام، صار تدفق عندي. فبهاي الحالة الدم مالتي شباب وين قام يجي لللانكس. زين هذا الدم مالتي شباب شنو؟ الدم مالتي بهاي الحالة شباب مالتي، خليني اسوي لكم اياه باللون الاحمر احسن. هسه هذا الدم مالتي شباب بكميات تمام كلش كبيرة. هذا الدم مالتي بكميات كلش كبيرة، تمام، صار تدفق بها، ما راح يرجع للأذين الأيمن، لا، راح هذا الدم تمام شباب راح يجي من البطين الأيمن إلى اللانكس عن طريق منه البولمري آرتري. زين من دم غير مؤكسد، من دي oxygenated blood راح يتحول إلى oxygenated blood. يتحول من دم غير مؤكسد إلى دم مؤكسد أثناء دخوله إلى الرئتين. تمام طلاب، هسه الدم هنا اللي موجود بالرئتين اللي أجالي من الجزء الأيمن من القلب صار شنو؟ صار الدم مؤكسد. إذا الجزء الأيمن من القلب الفائدة من عنده شنو؟ هو إنه يدخل لي دم، الجزء الأيمن يدخل لي دم غير مؤكسد، وأنا راح أكسد هذا الدم. الغاية من عنده هو إنه أجيب من عنده الدم، يعني عن طريق الجزء الأيمن من عضلات القلب أو من الجزء الأيمن من القلب مالتي هو راح يدخل عندي الدم، والجزء الأيسر هو اللي راح أغذي من خلال الجسم مالتي، لأنه الجزء الأيسر هو راح يصير به الدم المؤكسد. زين طلاب، هسه شنو شباب؟ من اللانكس مباشرة هذا الدم مالتي راح وين يوصل؟ ويتواصل اللانكس مالتي، يتصل اللانكس مالتي بالجزء الايسر. فاذا تمام اوتوماتيكيا هذا الدم المؤكسد مالتي صار من كان دم غير مؤكسد صار دم مؤكسد. وين راح ينتقل شباب؟ راح ينتقل الى الجزء الايسر من القلب مالتي. زين الدم مالتي صار هسه هنا بهذا الجزء صار شنو؟ دم مؤكسد بي اكسجين. شوف شباب صار ازرق، دم مؤكسد بي اكسجين. زين هذا الدم ماكو دم ازرق، زين هذا الدم سام. صار بي اكسجين شباب، بس هذا للمثال توضيح، تمام، صار بي اكسجين. شوف حتى اللون ما تتغير، احنا بس عم نربط الفكره. فالدم مالتي وصل للاذين الايسر، تمام، هذا الدم اللي واصل للاذين الايسر بيها شنو؟ هذا الدم بيها اكسجين، تمام، بيها اكسجين. تمام. فهذا الدم نفس الحالة مثل ما هنا الدم انتقل عبر البطين الأيمن بدون أي عملية، بدون أي تحول، نفس الشيء الدم هنا مؤكسد راح ينتقل إلى من الدم من الأذين الأيسر اللي موجود مؤكسد راح ينتقل إلى البطين الأيسر اللي أيضا هو راح يعتبرنا دم مؤكسد. عبر منه؟ عبر الصمام الثنائي اللي نسميه إحنا باي كابسيد فالف. تمام، هذا الباي كابسيد فالف نفس عمل التراي كابسيد فالف. تمام، نفس الشيء شباب، ما بأي اختلاف. مجرد ما يوصل الدم من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر ويوصل كافة الدم المؤكسد هنا، تمام، هذا الصمام راح يغلق أثناء تدفق العضلات، أثناء تدفق القلب، وأثناء حركة تقلصات وانقباضات عضلات القلب. الدم يرجع بعد ما يقدر يرجع. ليش؟ لأن عندي صمامات ثنائية وصمامات ثلاثية هي اللي تمنع لي وتفصل لي، تمنع لي وصول الدم من البطين، تمنع لي رجوع الدم من البطين الأيسر للأذين الأيسر، وإضافة تفصل البطين عن الأذين. هذين الصمامات الثنائية والثلاثية. زين شباب، هسه هنا أنا عندي دم مؤكسد، بهاي الحالة وين راح يروح؟ بهاي الحالة شباب راح يروح بوجهه بوجهه للبادي مالتي، بوجهه للجسم مالتي، بوجهه للبادي، تمام، بوجهه راح ينتقل للبادي مالتي. تمام.
تمام شباب. بوجهه راح ينتقل للبادي مالي الدم المؤكسد، يعني ينتقل للجسم مالتي بالكامل. هاي هي حركة او مسار الدم مالي. زين هسه هاي هنا احنا عرفنا المسار مالت الدم مالتي. زين هذين الخلايا المتخصصة شباب شنو عملهن شنو وظيفتهن؟ تمام هذين الخلايا المتخصصة هسه راح تجي هنا نوضح الخلايا المتخصصة شباب. الخلايا المتخصصة عندنا اول وحدة اول نوع من الخلايا المتخصصة هي اسمها الاس اي نود. تمام شباب هاي الاس اي نود وين موجودة؟ الاس اي نود شباب هي تكون موجودة ما بين هي موجودة بالقرب near to the superior vena cava. لانه شباب ليش احنا هسه راح ندرس الخلايا المتخصصه؟ شنو الفائده من الخلايا المتخصصه؟ شباب لحد الان انا هسه الدم انتقاله مساره يعني من دخل لي وانتقل للرئتين، من الرئتين صار من دم غير مؤكسد صار دم مؤكسد، ووصل للاذين الايسر من الاذين الايسر للصمام، من الصمام للبطين الايسر، من البطين الايسر للجسم، والجسم استقبل دم مؤكسد. هنا لحد الان ما عندي شيء اسمه اكشن بوتنشال. بعد ايش وقت راح يصير اكشن بوتنشال؟ عندما موجوده هذين الخلايا الخاصه النودال سيلز او الكوندكتيف سيلز شباب، القنوات الخلايا الموصلة أو الخلايا العقدية شباب. هذني من راح توجد؟ راح يصير أنا عندي شيء اسمه أكشن بوتنشال. زين هذني شباب شلون راح تتواجد وشلون راح تتوزع؟ شباب عندكم أول وحدة اسمها الاس اي نود، أول وحدة من الخلايا مالتي اسمها الاس اي نود، وهاي الاس اي نود شباب هاي تكون موجودة بالقرب من السوبيرر فينا كافا. القرب من السوبيرر فينا كافا، يعني موجودة ما بالأذين الأيمن وموجودة يعني ما بين الأذين الأيمن وما بين السوبيرر فينا كافا. هاي شباب الاس اي نود هاي راح توزع لي انتر نودال باثواي، وتربطها التوزيع مالتها ما بين من تربطها ما بين الاذين الايسر والاذين الايمن. يعني الاس انه توزيعها للانتر نودال باثواي يكون ما بين الاذين الايسر والاذين الايمن، ما بين الرايت اتريوم والليفت اتريوم. زين وزعت مالتها النودال انتر نودال باثواي. تمام بعد ما توزعت الانتر نودال باثواي بين الليفت اتريوم والرايت اتريوم راح يتجمعن بمنطقة اسمها شباب الانتر نودال باثواي راح تتجمع بمنطقة شباب اسمها شو اسمها المنطقة هاي؟ اسمها بالاي في نود. اي في نود هاي الاي في نود شباب تعتبر البوزيشن كولكتنج، هي المنطقة الجمع مالت الانتر نودال باثواي. تمام تعتبر منطقة الجمع مالت الانتر نودال باثواي. بعد شنو طلاب؟ شوف هسه احنا لو نجي على النودال سيل شباب وضحناها الاس اي نود وضحناها وين موجوده وشنو وزعت لي، اضافه الاي في نود وضحناها شنو راح تتجمع بيها. زين طلاب بعد ايش عندي طلاب؟ عندي بعدين الهاز باندل. شنو شباب الهاز باندل؟ انا عندي بالاي في نود مالتي تمام او هذا الهاز باندل شباب، هذا تمام هو الهاز باندل اللي هو ضمن السبتم. شنو الهاز باندل شباب؟ الهاز باندل هيز باندل هي حزم هيز هي موجوده ضمن السبتم. زين طلاب السبتم وين موجود؟ السبتم شباب هو الفاصل، السبتم هو الفاصل ما بين ما بين الليفت والرايت. هذا كله شباب هذا راح يعتبر سبتم، هذا كله راح يعتبر سبتم. هاي اللي ما يعرف هالمعلومة. هاي الفاصل الحاجز ما بين الليفت والرايت هذا شو نسميه احنا؟ نسميه شباب بالسبتم. واضح؟ السبتم هو الحد الفاصل ما بين الرايت والليفت، الرايت اتريوم مع الليفت اتريوم والرايت فنتريكل مع الليفت فنتريكل. شباب السبتم شباب شنو هو؟ هذا الحد الفاصل بيها فايبرز، بيها الياف. زين هاي الالياف اللي موجوده داخل السبتم مالتي شباب، هاي الالياف اللي موجوده داخل السبتم مالتي هاي نسميها بالشنو؟ هاي نسميها او نطلق عليها بالهيز باندل. هاي نطلق عليها بالهيز باندل. ترى مو هيز يعني يمتلك، لا هيز باندل هي هاي باندل هيز يعني حزم هيز. تمام هاي نسميها بالحزم هيز. واضح شباب؟ واضح. بعدين ايش قايل لك هنا؟ قايل لك انه راح ايضا الاحظ الليفت اند رايت برانش باندل. شنو شباب هذني؟ تمام شباب هاي هيز باندل هذني الالياف الفايبرات اللي موجوده هاي راح تاخذ شقين، راح تاخذ تفرعين. التفرع الاول هو بجهه الرايت والتفرع الثاني هو بجهه الليفت. تمام التفرع الاول ايضا تحتوي لي على هاي الهيز باندل. تمام هيز باندل. تمام بس لكن فروع راح تشكل لي عده فروع. تمام زين شباب يعني هاي راح تاخذ لي هنا فرع وراح تاخذ لي هنا فرع او تفرع.
زين طلاب هنا شنو هاي التفرعات شو نسميهن؟ هاي التفرعات اللي موجودة مرة بالرايت واللي موجودة مرة بالليفت، هاي التفرعات شو اسميها؟ هاي التفرعات شباب اطلق عليها بشنو؟ اطلق وحدة مرة عليها رايت، هاي هنا الليفت رايت باندل، يعني الحزم اليمنى والحزم ليفت باندل. زين شباب هسه احنا عرفنا الباندلات وين موجودات، يعني مال هيز باندل عرفنا وين موجودات وشنو تكون. زين هي هسه هيز باندل هي عبارة عن الياف موجودة ضمن السبتم اللي هو الفاصل ما بين الجهة اليمنى والجهة اليسرى، والهيز باندل تكون على فرعين، فرع ايمن رايت باندل والليفت باندل. زين هاي الباندلات الحزم الوعائية شنو شباب؟ شنو الفائدة منتهن؟ تمام هاي الباندلات شباب الحزم الوعائية راح تحتوي لي على شنو؟ راح تحتوي لي على بيركنجي. بيركنجي شنو شباب؟ هاي الشعيرات هذني شباب، هاي الشعيرات هي اللي راح تغذي لي الفنتريكال مالتي، الشعيرات مسؤولة عن تغذية الفنتريكال، هاي الشعيرات اللي راح تغذي لي الفنتريكال احنا نسميهن شنو؟ نسميهن بالبيركنجي، بيركنجي فايبرز، بيركنجي فايبرز. الشعيرات اللي تغذي لي الفنتريكلز مالتي نسميها بالبيركنجي فايبرز. وهاي الشعيرات وين موجودات؟ موجودات على الرايت باندل والليفت باندل. لحد الآن ينتهي شيء اسمه الدورة الدموية مالت الجهاز القلبي بالكامل، عرفنا مسار الدم وين يجي، عرفنا ذني الخلايا التخصصية شو تسوي لي. هسه لحد الآن شباب كون لي اكشن بوتنشال، هسه الشكل اللي هنا اكشن بوتنشال من يعني راح يسوي تغذية، من راح يغذي لي الفنتريكالات مالتي راح يكون لي اكشن بوتنشال شباب. هو لحد الان هنا انتهت بعد خلاص كون لي الاكشن بوتنشال، احنا الغايه من النودل سيلز هو تكوين الاكشن بوتنشال. زين بالبارت الثاني من المحاضره راح نتعلم الاكشن بوتنشال هنا شو يكون والاكشن بوتنشال هنا شو يكون. تمام.